الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي تقدست ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته. إله واحد لا شريك له، واحد لا شبيه له، واحد لا نذير له. بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. لا تنسب إليه البنون ولا تفنيه تداور الأوقات ولا توهنه السنون. وكل المخلوقات تحت قهر عظمته وأمره بين الكاف والنون، وأحاط بكل شيء علما وغفر ذنوب المسلمين حلما وكرما. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم أنت أحق ممن عبد وأحق ممن ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيد، حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلاة ربي وسلامه عليك يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا وضلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلى عليك الله يا عدناني، يا داعيا للواحد الدياني، يا هازما للبغي والطغيان، يا رافعا صوت العدالة عاليا ومؤذنا في الناس بالقرآن. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين أيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته، لأن العزة كل العزة في طاعة الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وأحذركم كما أحذر نفسي عن عصيان الله ومخالفة أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها الإخوة الأعزاء، نحن الآن في مدخل عام جديد 2018 بعد 27 عاما من الانهيار الكامل الذي أصاب أمتنا. ألا ينبغي أن نستفيد من التجارب
السابقة وألا نكرر الأخطاء التي مرت علينا، ومن أشدها خطورة التنادي بالعصبية القبلية، وأنتم تعرفون نتيجتها، لأن الصيحة والتنادي بالقبلية ليست جديدة علينا، كنا نسمعها ونسمعها ونسمعها وما زلنا نسمعها حتى الآن. فهل نكرر نفس الأمر بعد هذه الفترة الطويلة من تاريخنا الصومالي؟ ألا ينبغي أن نستفيد من التاريخ ونترك ونلقي جانبا على هذا الأمر الخطير الذي أوصلنا وأوقعنا إلى هذا المستنقع الخطير الذي تخلفنا عنه عن ركب التقدم والحضارة؟ وتعلمون أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم من التنادي بالعصبية والعنصرية، حيث قال: ليس منا من دعا إلى عصبية. هذا حديث نبوي تعرفونه تمام المعرفة، ليس منا. فإذا كان الإنسان الذي يدعي أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ينادي ما حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا يكون هذا كاذبا في ادعائه؟ ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: دعوها، أي القبلية، دعوها فإنها منتنة، أي رائحتها كريهة، وكل من ينادي أو يعمل من أجلها تكون رائحته أيضا كريهة، لأنه لا يعرف حقيقة الأمر. والقبيلة كما تعرفون إنما هي تركيبة اجتماعية تبدأ من الأسرة ثم إلى العائلة ثم إلى البطن أو الفخذ ثم إلى القبيلة، وكل هذه الأمور ما هي إلا للتعارف بين الناس حتى يواصلوا فيما بينهم صلة للرحم، والله أمرنا بذلك. أما إذا أصبحت القبلية أو العنصرية بالتفاخر والتنادي بها والتقاتل، فهذا شيء يخالف تماما ما جاء به هذا الدين الإسلامي. جاء الإسلام والعرب كانوا قبائل متحاربة متناحرة، لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا، وكان شعارهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ويقفون عند هذا الحد. وعندما جاء الإسلام هذب هذا الشعار، حيث قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولكن كيف؟ عندما سألوه: إذا كان مظلوما يعني نعرف كيف ننصره، فكيف إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه أو تحجزه من الظلم. ولكن نحن رجعنا إلى الوراء، فإذا كان ظالما لا نقول أنت ظالم، وإنما نقول طالما أنه من العشيرة، أنه من القبيلة، لا بد أن نقف معه مهما كان موقفه، فهذا مما لا يجدي شيئا، وهذا يكون إثما، وهذا لا يجوز في الإسلام. فطالما نحن دخلنا في عام جديد، ألا ينبغي أن نفتح صفحة جديدة ونتعامل مع الله سبحانه بصدق وأمانة، وأن نترك الكذب والزور، وأن نتعامل في حدود منهج الله، في شريعة الله، في كل خطوة نخطوها. ألا ينبغي أن نصير مع القرآن الكريم للتعامل مع الله حدوده وقواعده التي بينها في كتبه على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. فالمأمورات من الفرائض والقربات معروفة، والمنهيات من المعاصي والآثام معروفة كذلك، والحلال بين والحرام بين لا يستويان أبدا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وليس يرجع التقدير في الحسنة أو السيئة إلى أهواء الناس وأغراضهم وموازينهم ومقاييسهم التي تتأثر بمصالحهم الشخصية واتجاهاتهم النفعية ومشاعرهم العاطفية، ولكن مرد ذلك إلى التحديد الإلهي المقرر في كتب الله تبارك وتعالى وبيان أنبيائه ورسله، وهو الموافق للفطرة الإنسانية السليمة البريئة التي لا تتأثر بحب أو بغض، والتي تجمع بين مصالح الأفراد وحقوق الجماعات. والقاعدة العامة في الجزاء عن الحسنات والسيئات ما ذكر الله في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا يمنع هذا العدل الإلهي من تجليات الفضل والرحمة بمضاعفة الحسنات والعفو عن السيئات. والله يقول: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كما يقول تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المقياس في بعض أحاديثه المباركة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات في كتابه، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة. وفي بعض الروايات: وكان أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وإن من أكبر السيئات استصغار الذنوب وتهوين شأنها واحتقار أمرها والجرأة على الله فيها، فإن ذلك مما يجعل صغيرها كبيرا وحقيرها عظيما، وتلك من أوصاف الفاسقين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل أحد، والفاسق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بيدي هكذا وهكذا، يعني لا يهتم بها كثيرا ويظن أنها تذهب بمجرد الحركة اليسيرة. إن من أكبر السيئات كذلك سوء الظن بالله تبارك وتعالى والقنوط من رحمته. والله تبارك وتعالى يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والإيمان حد وسط بين الخوف المؤيس والرجاء المطغي الملهي، فالمؤمن خائف من ذنبه راج رحمة ربه، يتوب ويستغفر ويعتقد أن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، وإن الله تبارك وتعالى ليعلم من عباده طبيعة الضعف البشري التي جبلوا عليها، فيمهد لهم دائما سبيل التوبة والإنابة والرجوع إليه ويدعوهم إلى ذلك دائما. فيقول تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وفي الحديث الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وإن من أكبر الكبائر والسيئات أن يعمل امرؤ على أن تشيع المعصية في الذين آمنوا وأن يشهر بالبراء ويتلمس لهم العيب. والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الحديث الصحيح: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. والآن أيها الأخوة الأعزاء، ونحن في مدخل عام جديد، من واجبنا أن نصحح التعامل مع الله تعالى،
فلا نجترئ على معصيته ولا نقنط من رحمته ولا نقصر في طاعته ولا نتبع عورات عباده. وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، ونعتزم أن يكون ذلك منهاجا يوميا لنا نأخذ أنفسنا به ونحاسبها عليه، فإن وجدنا خيرا حمدنا الله، وإن وجدنا غير ذلك جددنا العزم والتوبة وأخذنا الأمور بالحزم حتى لا تفلت منا الأيام والليالي في تهاون وغفلات، والوقت كالسيف. وفي الحديث: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة، والتوفيق بيد الله، ألا إلى الله تصير الأمور. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكافح وجاهد حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واعلموا أن هذه الدنيا هي دار ممر، وأن الآخرة هي دار مقر، فتزودوا من ممركم لمقركم وتأهبوا لعرضكم على ربكم، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها الأخوة الأعزاء، ينبغي أن نستفيد من الأيام وأن نغير ما نحن فيه من أوضاع حرجة، وليس التغيير تغيير شخص بشخص، وإنما هو تغيير أفكار وبرامج. ونحن ابتلينا بالأضماع السياسية الشخصية، ومع الأسف الذي يريد أن يحقق المصالح النفعية في هذه الدنيا الزائلة يستخدم وسيلة خبيثة. هذه الوسيلة ما هي إلا أن يشعل الفتن بين المجتمع الصومالي الواحد، فلا تفرقكم السياسات المتناقضة. وليس الأمر كما يظن بعض الناس أنه سهل بهذه الصورة. هذه الأمة الصومالية كانت وما زالت مستهدفة، وذلك لموقعها الاستراتيجي، وذلك لمكانتها في هذه المنطقة في القرن الإفريقي ودورها العظيم في نشر الإسلام، فيكيدون لنا كيدا ويؤامرون مؤامرات، ولكن بعض الناس في غفلة عن هذه المؤامرات، يظنون ويعتبرونها اختلافات شخصية بين شخص وشخص، وليس الأمر هكذا، وإنما هي مؤامرات سواء كانت دولية أم إقليمية المحلية للنيل من وحدة هذا النسيج الصومالي الموحد المسلم. يريدون أن يفرقوا بين الأمة وأن يشتتوها كما فعلوا من قبل في الأندلس عندما كان الخلافات على السلطة وفقدنا الأندلس. يريدون أن يكرروا نفس هذا الأمر في هذا البلد الحبيب، في هذا الصومال، في هذا البلد الذي لا تكاد تميز بين أفراده من نسيج واحد. فينبغي ونحن على أبواب عام جديد وفي مدخل عام جديد أن نغير أفهامنا السابقة التي كانت تنظر إلى الأمور بنظرة قبلية، فالتصرفات الشخصية لا تمثل إلا صاحبها فقط، ولكن نحن كيف جعلنا ذلك؟ إنسان يتصرف بمفرده مهما كان هذا التصرف. فكان المفروض أن نقول أن الشخص الفلاني تصرف بهذا التصرف، حتى ولو فعل مثلا أنه قتل وأصبح مجرما، لأن المسؤولية شخصية، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان
إلا ما سعى. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. لا بد أن نأخذ هذا الأمر، ولكن ماذا نعمل؟ هذا الإنسان عندما يتصرف بتصرفه وبدون مشاورة من عشيرته، فالعشيرة ليس لها مجلس يجلسون ويناقشون ويتفقون ويقولون افعل يا فلان بهذا الأمر، فإذا وجد ذلك كانت العشيرة مسؤولة عن ذلك. ولكن الإنسان الذي يتحرك بمفرده ويفعل ما يشاء، يقولون أن القبيلة الفلانية فعلت كذا وكذا. من الذي قال عقلا وشرعا تصرف إنسان؟ ما الذي جعله أن القبيلة كلها فعل ذلك؟ وهل القبيلة تجتمع في غرفة واحدة؟ وهل القبيلة تجلس في مكان واحد في جميع تصرفات أفرادها؟ فالإنسان مسؤول بتصرفه مسؤولية فردية في الدنيا، وسيسأل عنه يوم القيامة فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذن لا بد أن نغير الأفهام، لا بد أن ننظر إلى الأمور إلى من الذي فعل هذا الأمر، فنقول أن فلان هو الذي فعل ذلك، وأن فلانة هي التي فعلت ذلك، وأن المجموعة الفلانية عندما قررت في مجالسها أو في نوابها وأصبح هذا القرار قرارا مشاعا هي التي تتحمل مسؤولية ذلك الأمر. أما التصرفات الفردية فلا تمثل إلا صاحبها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ماذا كان في أنفسنا في السابق؟ تعرفون كل ذلك. في أنفسنا أفهام خاطئة بالنسبة للحكومة، أفهام خاطئة بالنسبة لاستخدام العشيرة، أفهام خاطئة لاستخدام المال، أفهام خاطئة لاستخدام الجاه وما إلى ذلك. فينبغي أن نترك وأن نغير هذه الأفهام وأن نجعلها مفاهيم صحيحة متفقة مع شرع الله. أيها الإخوة الأعزاء، طالما نحن في مفتتح عام جديد وكل يوم يمضي معدود من أيامكم، منقوص من آجالكم، فإلى متى هذا التسويف والقعود والغفلة والرقود؟ والوقت محسوب عليكم، والله ناظر إليكم، والآجال محدودة، والأعمال محصية معدودة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاستقبلوا عامكم بما يرضي ربكم، وافعلوا ما أمركم الله به، واجتنبوا ما نهاكم عنه تكونوا من الفائزين. واعلموا عباد الله إنهما طريقان، طريق الطاعة وطريق العصيان. فأما طريق الطاعة فنور على نور، يرضي الرحمن ويدرد الشيطان وينير القلوب ويكشف الكروب ويجعل العبد محبوبا عند الله قريبا من مولاه. وأما طريق العصيان فظلمات بعضها فوق بعض، يورث النار ويغضب الجبار ويسود القلوب ويضاعف الكروب ويؤدي إلى الذلة والهوان، ويجعل العبد محروما مطرودا من حضرة الرحمن. فاختر أيهما شئت واسلك أي طريق أردت. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد دعاكم إلى طاعته وحذركم عواقب معصيته، وهو الغني وأنتم الفقراء، وهو القوي وأنتم الضعفاء، وهو العزيز وأنتم الأذلاء، وهو السيد وكلنا عبيده. ومع هذا فهو الذي يدعوكم إلى حماه ويدلكم على التعرف عليه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكيف تنصرف قلوبكم عن دعوة ربكم وتغفل أفئدتكم عن نداء سيدكم وترضون أن تكونوا من المطرودين المحرومين؟ فجددوا المتاب إلى ربكم واستغفروه من ذنوبكم، فإن التوبة تطفئ الخطيئة والاستغفار يذهب بالسيئة، وإن الله لا يفرح بتوبة عبده المؤمن ويبدل سيئاته حسنات، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واجعلوا أول هذا العام ميثاقا فيما بينكم وبين الله وأن تكونوا فيه من الطائعين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نسأل الله أن يوفقنا التوبة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الناس اعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد لهذه الأمة خيرا فحقق الخير في يديه ومن أراد لهذه الأمة شرا فاجعل الدائرة عليه واشغله في نفسه واكفنا من شره يا رب العالمين. اللهم يا من ألف بين الشجر والنار ألف بين قلوبنا ووحد كلمتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستقدر بقدرتك ونستحمي بحماك يا من عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره نحن في جوارك فأجرنا. اللهم حقق آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على جزيل نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.